حاطط ايدك على خدك وحاسس ان انت عندك مشاكل كتير جدا، وحاسس ان انت بس اللي عندك مشاكل؟ لا، انا بقولك اطمن، مش انت بس اللي عندك مشاكل. كل الناس اللي عايشين في الدنيا دي عندهم مشاكل، سواء كان كبير او حتى كان صغير. ايه ده؟ صغير ازاي يعني؟ ده صغير، ده لسه مطلعش من البيضه، ده لسه عنده مشاكل. ايه ده يعني؟ ده يا دوبك بيلعب، ده يا دوبك معرفش ايه، حتى لو بيذاكر ما هو بيروح المدرسه، مشاكله ايه دي؟ الصغير ده عنده مشاكل كتيره جدا بس احنا مش حاسين بيها. يعني مثلا لما يحب يلعب لعبه فلانيه وانا مش عارفه اجيبها له، دي بالنسبه له مشكله. لو عايز يتفرج على التلفزيون وانا بقول له لا معلش انا هتفرج على الماتش، او انت تقولي له لا معلش انا متابعه مسلسل، يا نهار ابيض ازاي يعني ما اسمعش المسلسل؟ دي بالنسبه له مشكله. لما يحس ان هو قاعد لوحده ان محدش بيلعب معاه، فدي بالنسبه له مشكله. المشكله الحقيقيه فيا انا ان انا ممكن انقل مشاكلي ليهم هم. يعني مثلا لو انا متضايق من الشغل لا قدر الله، او في حاجه، ذنب ولادي ايه؟ يعني هم ذنبهم ايه ان انا اطلع عصبيتي عليهم؟ صح؟ لا، انا اروق نفسي الاول وافصل تماما. يعني احسس اعمل ايه ان انا مشاكلي اللي انا في الشغل دي ما انقلهاش دايما في البيت. هما ما ذنبهمش حاجه ان هما دايما يحسوا بالاكتئاب اللي انت حاسس بيه. انت ابتدي بنفسك، اشرب كوبايه الشاي اللي انت بتحبها، او اشرب الحاجه اللي انت بتحبها، على الاقل الحبه اللي ولادك قاعدين معاك فيهم في البيت، والعب معاهم واتكلم معاهم. انت كده اوتوماتيك هتلاقي نفسك تقريبا يعني جزء كبير جدا من اللي كان جواك بدأ ان هو يهدى، وبدأت ان انت تهدى لمجرد ان انت غيرت مودك مع اولادك. ما تنقلهمش الحاجه اللي جواك وتهرب منهم وتقول لا معلش ما حدش يكلمني، انا انا بص حاسس بعصبيه بصراحه، انا مش طايق نفسي، مش عايز حد يكلمني. لا لا، واقول لك بقى ان في ناس كمان ما بترضاش تاكل مع اولادها، تقول معلش اصل انا مخنوق وما اقدرش اكل. ليه ان شاء الله؟ ليه؟ ما انت كده بتنقل لهم الصوره ان هم لما يبقوا زعلانين من حضرتك مش هيقعدوا ياكلوا معاك. لما يبقوا زعلانين من اي حاجه، اي اللي انت بتعمله هم هيعملوه كمان، يعني اوتوماتيك. انت مش عايز تتكلم، هم كمان هيهربوا وهيدخلوا جوه في الاوضه. لازم اعرفهم حتى لو انا متضايق فانا بتكلم معاكم شويه، انا ممكن اكون تعبان، فانا يعني حتى لو كنت متعود مثلا العب معاكم او اتكلم معاكم نص ساعه، هكلمكم ربع ساعه، وايه يعني سيبوني شويه كده عشان بس انا بفكر بس في موضوع شاغلني. لكن لازم تكون عارف كويس جدا ذنبهمش حاجه غير ان هم جم هنا في الدنيا دي، وان حضرتك باباهم وان هي مامتهم. فانا لازم اكون قدوه حسنه ليهم عشان ابقى عارف في يوم من الايام اللي انا بعمله النهارده هيترد لي بعد كده من ولادي. غير حياتك وخليك بسمة حب. كانت معاكم بسمة فتحي، أخصائية تخاطب وتعديل سلوك وتنمية مهارات. أشوفكم في الفيديو الجاي.